السلام عليكم. وصفة اليوم بطبوط معمر ناجح من أول تجربة بحشو جد جد اقتصادي وسهل كيجي بنين، محتاجش أنا نشحروه بدون عذاب. أكيد غادي نوجدوه في الدقيقة 90. تابعوا معايا المكونات والطريقة. عندي هنا في القصرية ديالي واحد جوج ديال الدقيق الأبيض مع زلافة ديال 2000. نضيف اليوم الخميرة مع الملح وأيضا ملعقة صغيرة من العسل. نجمعوا هاد المكونات كاملين بالماء اللي يكون دافئ. نحاولوا أننا نجمعوا العجين ديالنا ما تكونش قاصحة، تكون شوية كتلصق في اليدين ولكن ما تكونش خفيفة بزاف. المهم ضروري أننا ندلكوها واحد تقريبا واحد المدة ديال 5 دقائق. ندلكو هاد العجين ديالنا مزيان. لاحظوا معايا القوام ديالها كتكون شوية كتلتصق في اليدين، ولكن كنبقاو ندلكو فيها حتى كنحصلوا على عجين اللي تكون لينة. كندهنها هكا بشوية ديال الزيت النباتي، وغادي نغطيها بلاستيكه ونغطيها بشي منديل ونخليها حتى كترتاح وتخمر على خاطرها. عندي هنا في الحشو عندي واحد 3 بصلات يكونوا مقطعين رقاق مع القزبر والمعدنوس. غادي نضيف ليهم التوابل. نديروا كميه لا باس بها من القزبر والمعدنوس كتبن لنا هذا الحشو ديالنا. نضيفوا الخرقوم، ايضا التحميره والكمون مع الابزار والملح حسب الذوق. نضيفوا ايضا هنا عندي الشحمه اللي خديتها هشيتها، نحكوها في الحكاكه اللي كتكون رقيقه. صافي كنضيف لها واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون اللي كيزيد يعطينا واحد النسمه زوينه لهذا الحشو. بامكانكم ايضا تضيفوا الحار اذا كتفضلوه. نحاول ان ندمج هاد المكونات مزيان مزيان مع بعضهم ونوضعهم جانبا. ندوز هنا العجين ديالي اللي اختمرات، غادي نحاول انا نديكازيها على هذا الشكل ونبدا نكور فيهم كويرات يكونوا صغارين. نحاول ان نستعن اذا لاحظتوا انه العجينه كتلصق بزاف اليدين، نستعنوا غير بالقليل من زيت المائده. من الاحسن اننا ما نستعنوش بالدقيق باش ما يجينا الكويرات من الداخل او العجين ديالنا مدقس. صافي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا مده ديال 3 دقائق فقط غير باش يسالنا. انا نبسطهم. نبدا باول وحده كورت ندير فيها هكا الحشو. من بعد ما بسطها نحاول ان نسرح غير الجوانب مزيان، نخلي الوسط شويه يكون غليظ باش منين كنكوروها ما يتفرقعوش لينا هاد البطيبيطات ديالنا. لاحظوا معايا الطريقه على هذا الشكل. نسرح الجوانب ونخلي الوسط شويه يكون هكا غليظ. ندير تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال الحشو ونجمع العجين ديالي. فهي سهله هاد الطريقه ومبسطه. كيف ما ذكرت لكم من الاحسن اننا ما نستعنوش بالدقيق في هذه المرحله. صافي غادي نكور كامل العجين اللي عندي وغادي نغطيهم مره اخرى نخليهم يرتاحوا غير باش يسهلنا ايضا اننا نبسطوهم. كنبسطهم هكا بالاستعانه ديال بالدقيق ديال 2000 على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، ونوضعهم فوق منديل ونغطيهم حتى كنكمل كامل الكميه اللي عندي مره اخرى. من الاحسن اننا نغطيهم نخليهم يرتاحوا تقريبا غير فاش الوقيته فاش كنسالي الكميه ديال العجين اللي عندي ما نخليهمش يرتاحوا بزاف. صافي من بعد ما كيرتاحوا عندي او كنسالي الكميه اللي عندي غادي نسخن المقلاة ديالي ونبدا نطيب فيهم على هذا الشكل. كنطيب فيهم وانا كنقلب كل شويه. كنحاول انني نقلب هاد البطيبيطات باش يتنفخوا لينا على هذا الشكل ويتحمروا من كاع الجوانب في طريقه سهله وموضحه. ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتجربوهم وتردوا عليا في التعليق ان شاء الله. وما يبقاوش يخطاوكم لانهم بالفعل كيجوا لذاذ بزاف وساهلين وما ياخذوش منا وقت كتير. نتمنى انني نكون ما نكونش طولت عليكم، نكون فتكم وبالصحه والراحه.